نونو يا حبيبتي خلينا نسمع آراء الناس وبعدين انت زين تشوف. زين 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 زين. نعم. أول شيء نتناقش بكل حيادية لو سمحتي، بعدين من كلام الفانزات كمنطق. هل شفتي اليوم رامي والشخصية اللي تكلمتي عليها عن رامي اليوم هو بيصالح منسا وبلال، هل أشغل غرض منها من وجهة نظرك؟ تصويت يعني؟ لا عندما طلع لهذا وخلاص وتصالحتوا وتمام وبيرقص، شو رأيك في الموقف؟ هو متعاطف مع مانيسا سحرتهم الكل، هي كلها تنجم تسيطر على الفيلا كامل معناه. خلاص وليش متعاطف مع مانيسا. اما مانيسا بصراحه اني رايي ويلزمني لي يعني علاقه مانيسا وبلال، اني بصراحه ما نحسهاش علاقه فيها قدر ولا احترام من بلال. رايي يلزمني لي يعني انا نحب راجل يصيح من قدر. ما حبيبتي هو ما سالك عن علاقه بلال ومنسا، سالك عن موقف رامي. لا ما خاطر التعليق الكل اللي احنا يعني مقلقتني علاقه بلال ومانيسا. انا يعني عن نفسي مش ما نحبهاش علاقه مانيسا ببلال يا اختي. انا اسمعيني، انا كمان ما احبها وفينا حتى وما تحبها. احنا ما بنتكلمش من نحب وما نحب، اراء. في نونو اللي بتحب، بس انا بنسالك على سؤال. هاي تفضل. في كثير مو بس نونو، برنس مو بس نونو، حتى المخرج يحب العلاقه. والله العظيم انا اجزم ان المخرج يحب العلاقه، ما جح في الرامي مرتين الا لانه يحب العلاقه من الاخر. حتى المخرج ساحرته منسا ساحر المخرج والمنتج والمصورين والكاميرامان والاثاث والجوتي والملابس والكبج والسرير والفراش. منسا ساحره الفيلا كلها منسا ساحرتها. صحيح. حتى من الاخر حتى انا معاهم، حتى انت مسحور بمنسا. جمانة أنت قلتي الآن إنه رامي أيش حتى هو مع منسا، صح ولا لا؟ مع منسا الحد أصدقاء فقط، مش حاجة أخرى. كيف أصدقاء؟ ما يقدرش إنه يكون معاه. هو على فكرة منسا البنات تتحكم فيهم، إسراء وأينور ما عندهاش شخصية مع منسا، فهو أي واحد ذكي لازم يكون علاقته جيدة بمنسا معناه، للأسف معناه. كيف يعني؟ احنا ليش تقولي للاسف؟ انت محلله او فنز؟ لعنا نعرف من بنناقش. لا مانيش فانز، انا مانيش فانز لحتى حد، وهك علاش مريحه بالي. ونستغرب في برشا عباد تحلل يبدي حاجه ابيض واضح يرجعوها اسود، هك علاش نتقلق. لا احنا الان هو سؤال واضح، انا بنسالك كسؤال واضح. ما هو تفسيرك لان رامي يطلع يصالح بين منسا وبلال واحنا عارفين انه بيحب بلال قوي؟ يصالح ما بيناتهم، يموت على بلال، يصالح ما بينات مانيسا وبلال. يبقى عنده قرون وذيل طويل. رامي لو سمحت وذيل طويل هو سمعت بس انا اي حد يتواصل مع منسا، لا بالنسبه لرامي اي حد يتواصل مع منسا اذا منسا عندها خرزه او حجاب يحب بالناس فيها بالفيلا، يا نونو لها نونو من الكويت تحتاج هذه الخرزه، تحتاجها يا نونو. بعدين بتقولي انه نكمل فكرتي وما بيحترموني. يلا نكمل فكرتي، خلاص برنس. ليش تطلع خصوصيات يا برنس؟ توك انت تنتقد بلال وتقول طلع كلام سمير، انت ليش تطلع خصوصياتي معاك بالوارد بالخاص؟ ليش تطلع خصوصياتي؟ لا انت بتقولي الان قدام ولا انت يجوز ولا يجوز على غيرك نفس فؤاد؟ يلا برنس يا نونو. يا جماعه لحظه بربي. تو بلال رامي كي صارت المشكله ما بين بلال ومانيسا، شفتوا ايش حكى مع مانيسا وقت طلعت فيه مانيسا؟ قال لها انا في بالي بها الحكايه، اما مش في بالي انت في بالك وزوز تمثلوا. معناها هو جاي المخ حتى انهم هم يكون عندهم يحبوا يعملوا شو عادي، معناها ماشي في باله هو ديجا. طيشوا لها سؤال، قالها انت ماشي في بالك كان في بالك وراضيين معناها وانتم تمثلوا ونشوفوا نقول يمثلوا ونسكت على روحي، خاطر ثم حاجات رامي لازم يقف فيها. هو حر، هي وياها يحبوا يعملوا علاقه فيك ويمثلوا، هم لهم الحق. سؤالي برجع لك من جديد، ايش هدف؟ احنا عارفين ان رامي يحب تعاطف مع مين؟ وديجا بلال اعتذر منهم في الكواليس وقاهم معنا. لا 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 احنا ما ندخلش في الكواليس ولا بنتابع. الله يخليك. انا بنكلمك بالمشاهد وبس. انا بنكلمك كمشاهد. انا ما اشوف غيبيات، انا علي بالكاميرات.
انا هل علي بتشوفي- شنو براك يا نونو، يطلعني؟ يا انا نونو. صدق براك هي أنا بالكاميرات صدق يا براك. نونو، يا نونو عايش اختي، كل واحد وكيفاش يقبل. انا ما نقبلش علاقه رجل مذلول في العلاقه. لا 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 لا، جمانة لا، 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 جمانة، ثواني، ثواني. نحترم بعض. لو سمحت كوي ما قصدتش بعض. راني كلمة مدلول ما تنقال لو سمحتي ما جمانة. نقدر. اسحبي لو كلمة سمحتي نسحب. ايوه خلاص. جمانة واو. بليز، ثواني يا برنس، خليني أكمل. ثواني يا برنس. جمانة حبيبتي، لا البرنس سألك سؤال واحد، هو شو هدف رامي يطلع عند بلال ومنسة ويحاول يرتب الأجواء بيناتهم؟ جاوبي على السؤال، مو ترجعي لموضوع العلاقة هذه لأن تعاطف، كل تعاطف، واحد رأيه في تعاطف. العلاقة. خلوني اناقشها شوي لو سمحتوا يا نونو. والله لو عدت كلامي بنزل قسما بالله، لانه ضد طبح الكي. ان شاء الله عمي برنس ان شاء الله لو سمحتي ان شاء الله عمي قاعد اقول لك عمي. يا جماعه، نونو تعاطف مع مين؟ نونو برنس لحظه، خلي قبل ما نحكي مثلا رايي باش من غير تهجم. انا راني هو رايي وينجم يكون راي كيفكم، ولا هم في النهايه الكل يمثلوا. لا 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 لا, لا. بدون والله تجريح يا جمانة لو سمحت. بدون تجريح، بس لانه في ناس لو سمحتي يا جماعه. تجريح تمثيل. يا جماعه، هي بلال يظهر ممثل ولا يظهر انه في العلاقه رجل مع امراه يسمح انها تتجاوز في برشا حاجات. رايي حلو رايك انت حره، لكن شوفي في ناس يحبوا بلال قوي، فانت لو جرحتي في ناس بتجرحك، صح ولا؟ فاحنا حفاظا عليك وحفاظا على مشاعر الناس، الموضوع ما ينفعش ان احنا نجرح في بعض، هذا بس. سؤالي لك، انت قلتي لي تعاطف مع مين؟ تعاطف مع مانيسا وبلال. يعني هو شرير لهالدرجه؟ معناه هو يقول لك حقيقتك في وجهك ويحكي رايه، اما ماهوش شرير. رامي نحسه عادي مش خبيث، خاطر يقول لك عادي؟ شنو فيه مش عادي به؟ كي هو يجي يصلح من بيناتهم شنو معناه؟ انتم تقروه هو يعني في وجهة نظرك انت، رامي طيب انه يطلع يصلح ما بين علاقة ما بين اثنين اللي هو اساسا السر طلع من عنده؟ مش من عنده السر، لا عاد يا اخي تحبوا من وين طلع السر؟ من السر السر خرج شنو تو من عند رامي السر خرج. اول شخص ضرب الخبر مين؟ ليه؟ فؤاد اللي خرج اليسر يا اخي، يحكي هم الاولاد يا جماعة اول واحد حكى له بلال السر مين؟ ليه هو يحكي عاد في الفيلا ديجا يحكوا قالوا يحكي في الفيلا. طيب سؤالي انا جاوبي عليه وبعدين راح اعطيك ميوت. علاش رامي تضربوا فيه؟ ماهوش رامي اللي حكى السر عاد. يا جماعة انا سؤالي ليك، اول حدا بلال خبره بالموضوع مين؟ مثلا وئام عيش اختي، انت خبرتيني انا اول حاجه السر، اما انت في الفيلا تحكي يوميا مع المراه وعديتيها لؤي وعديتيها لفؤاد وعديتيها يا حبيبتي شكون خرج السر؟ السر خرجت سؤالي انا جاوبي وراح اعمل ميوت وان شاء الله وقولي اللي بدك اياه. تعالي سالينا يا جماعه احنا نرد عليك. اول واحد بلال حكى له السر مين؟ اعطيني اسمه وراح اعمل ميوت. وئام باهي اوكي حكى لرامي، اما انت جيتي حكيتي السر وبعد قلتي رامي. اوكي ايه رامي. ايش بكم تحبوا تسمعوا الجواب اللي انا مش فاهم حتى انا يا وئام. رامي احنا عارفين انه رامي برنس اللي خرجها رامي، لا اللي خرجته يسر، ورامي اللي قال الفؤاد مش قدامهم يحكي مش يحكي صح احنا علاش بتشكلفوه رامي حاجه حتى مش ذنبه؟ قولوا لي حاجه فيها. لا حتى انا مش فاهم لك يا وئام لو سمحتي، انا مش فاهم. لا رامي لما حكى له بلال السر هو حكى له زينة. اوكي يعني الاساس الموضوع لما ده ابتدى لها رامي. يعني ليش يحكي لها زينة؟ عندك دليل اللي هو حكاها عندك دليل صح؟ ايه بالحلقه بالمطبخ بالحلقات يا برنس. برنس انا اقول لك الدليل واقول لك اي حلقه لما زينه جت تركض حق رامي وقالت له راح يطلعوني انا وانت ومتفقين علي انا وانت. رامي جن جنونه، الطب الحنون الرحوم جن جنونه. حلو. راح قال بالمطبخ حق زينه هذا مزوج. راحت زينه على طول قالت للبنات الحلقه رامي هو اللي قال بالحلقه. حلو. حلقه يا جماعه هذا جواب للجمانه. انا خلاص انا اقتنعت. لا لان انت قلت حق وئام اعطيني دليل، انا اعطيك الدليل. انا حافظه ريال حافظتها من الباب. قبل القليل طلبنا من جمانه الدليل على المشهد، صح ولا؟ احنا نكون حقانيين. انا ما شفت هذا المشهد للامانه. في وئام المشهد لما حكى زينة هو قالها يعني.
خلاص ما في مشكله انا مش انه ضدكم، ولكن العناء لو واحد حكى ما يجيش يقول لي من اللايفات، فهو وقام عندها دليل خلاص. والله في الحلقات انا فاهم الحلقه برنس لانه يا جماعه قبل شوي هي تكلمت قلنا جيبوا الدليل صح ولا خلاص جبتها. ثاني شيء بدك قلتي لنا نجيب لك مشاهد من رامي صح ولا؟ أنا هذه زينة هي اللي قال لها معناها ايوه اللي هو متزوج، يلزمني في أيوة. الحلقات هتو تتكشف معناها إذا رامي هو اللي خرجها هتو تتكشف بالحلقات. لا يبا حلقة اليوم لو حلقة اليوم وامس يسر اللي حكيتها مش رامي. صح انا اتفق معك، ولكن في الحلقات قالوا هذا الخبر رامي قالها بالمطبخ حق زينب، خرجتها زينة، ولا وكيف لو ما عرفت من كيف لو ما سالت بلال؟ لانه عرفت من زينة، فهمتي علي؟ وصدق الفكره؟ ما عرفتش من زينة، عرفت من فؤاد. لا زينب الاول عرفت في البدايه بلال انت متزوج، وبلال قال لها انا مو متزوج، عرفت صح. من زينه، وزينه عرفت من رامي، وبراك طلعها بالحلقه. الخبر أنا بالنسبة لي المهم أنا نشوف برك علاش ما عندي مؤاخذات على بلال، على خاطر هو كي خرج ويحكي كسروا لي يدي. بسألك سؤال بعدي بلال على جنب. خلت نتفرج مع بلال. بسألك سؤال خلي بلال على جنب. برنس في مغالطه، بلال ما طلع وقال كسروا لي ايدي، هم اللي قالوا احنا كسرنا له ايده وطلعوا كذابين. بلال ما قال كسروا لي ايدي. لا تتمرر مغالطات برنس. ما قال بلال كسروا لي ايدي. خلاص انا اسحب الكلمه هنا. يا جمان في سؤال، لو سألتك سؤال من هو اللي يمثل محور الشر من الشباب ومن هو اللي يمثل محور الشر من البنات في الفله وجهة نظر؟ ما نجمش نحكي محور شر بصراحة، أما ثم الخبيث وثم اللي كل شيء على برا. بالنسبة لي رامي بحكم إنه كل شيء على برا ما عندهش ما يخبي، حتى بيهاجمك يهاجمك وجه لوجه، ما يتسماش خبث بالنسبة لي. أنا نحب صح يجيني في وجهي وما نحبش اللي خبيث معناه الخبث. حتى بلال على فكرة فيه جانب من الخبث، خاطر هو وما ينساش زاد حقه. يا اختي احنا ما بنقولش ان بلال ملاك، احنا بنسالك سؤال انت بترجعينا لبلال، لذلك واحد انا بنحكي واحد. رامي بديت بلال شو اسمه فؤاد خبيث، خاطر همه في خبيث وغبي زاد، همه في التصويت، وكان همه في التصويت وخبيث بالغباء. المفروض ما يهاجمش زينه ويخلي زينه في البرنامج ويخرج اي نور، كان جاي خبيث ممتاز. اما هو خبيث غبي. شكون اخر خبيث؟ مانيسا خبيثة وذكية وبصحتها بصراحة، كل تتحكم فيهم، كلهم تتحكم فيهم، بنات وأولاد. شكون آخر خبيث؟ أينور غبية. شخص أنا طلبت منك شخص أنت جلدتيهم كلهم شخص. يا أخي ما نجمش نقول محور، ما ثماش حاجة. المحور مانيسا، المحور اللي البرنامج كله قايم عليه ومرقصتهم الكل وعلى ساق واحدة محطتهم هي مانيسا بالنسبة لي. وبلال اخر حلقات نحسها كان يمثل، ما عادش مصدقه اللي هو كان يحبها، معناها كان بصراحه كيف بيمثل من وجهه نظرك؟ ما عادش انا بالنسبه لي وليت نقتنع اللي هو كان يمثل. لا جيبي لي مشهد ما تقبلش وقبلها، ثم حاجات ما تقبلش وقبلها. الشيء ما يقدر الرجل يقبلها وقبلها، فهمت قصدها؟ هل هذا دليل انه ما بيحبش؟ ما لها هربت يا جماعة. اللي يحلف بحياة بنته كذب، وحتى البنات كاشفينه، ولما قعدوا يقلدونه قلدوه، قال ماريا قلدته وقالت وحياة بنتي، يحلف كذب. هذا شنو تسميه؟ عشان تصويت وعشان برنامج، هذا شنو اسمه؟ أنا اكتشفت حاجة فيني اليوم يا شباب، بجيب لكم سر عني. عندما أنا ما عاد أنشف حد، لكن لو ما شفتها بتكلم على بلال قلت لها تعالي هنا. خلاص اعتراف من البنت. اكتشفت انه انا المكان اللي فيه وهم ضد كلهم اصير ضروري ضد. فجأة راس البطاطا اللي انا كل ما اشوف قرون وذيل طويل من تركيا للكويت، طول ذيله من تركيا للكويت. يا نونو فجأة صار هذا طيب، صار متعاطف مع منسة وبلال. من نزل جمانة ياها تحذير
كارما بلال ياها يا تحذير. لا دقيقة يا حبيبتي. كارما بلال. يا لو سمحتي يا نونو، إذا أنت تحبي بلال وتحترمي لا تسبي أحد من المشتركين في انا ما فانز سبيت، لا انا تروح قاعد، انا احب البطاط، انا مرق البطاط أحبه. حتى بطاط بتزعل. البرياني اللي فيه بطاطا انا يا احبها. وامي اقنعيها لو سمحت. طيب يا حبيبتي ممكن احد يقول لي يدخل جوجل ويقول لي فوائد البطاط؟ والله ما بعرف أصرخ. ثواني يا نونو يا حبيبتي وكل الفانزات، والله أنا بيلا راه كنحماق عليا نقول لي بمغيب. لحظة جمانة ياها باند من القسط صارت تكتب في الكومنت يا حبيبتي أنا أعبد ربي، بعتها بتدشين بنياتي وأنا أعبد منه، أنا أعبد ربي وأحب بلال. وإذا أنت تبي تقولين أنا أعبد بلال أنت تعبدين رامي من الآخر، فلا تكتب لي أنا أعبد ربي كأنها تنفي هالشيء مني رجاءً. قال شنو؟ قال رامي مو خبيث، رامي متعاطف. يا الله ياي على قولة إسراء ياي. في سؤال السؤال الجاي يا رحمون، سؤال يوقع كل واحد يسأله فيه. ليش تسأل رحمون؟ اسألني أنا جارتك، أنا الأولى. اسألني ايش تبين؟ دقيقة. أحب رحمون أنا. السؤال الجاي من هو الأذكى؟ فهمت؟ لو هم يقولوا الأذكى فلان وفلان، أول ما يقولوا لك الأذكى قول هؤلاء هم الخبثاء. فهمت علي دايرك؟ لأن إحنا في برنامج شو كل واحد بيخدم مصلحته بنسبة ذكائه. فهم علي؟ اوكي. ما في حد فيهم ظالم ومظلوم. برنس الكارما فيها دليل على كفر كلمة كارما؟ علموني معنى كلمة كارما. الكارما فيها إساءة يعني أنا ما أبي أقول الكلمة علشان لا أتبند. الكارما كلمة عادية ولا فيها إساءة؟ فيها إساءة. لا عادي. فيها إساءة حد منه؟ عادية. زعلانة ليش قلت كارما بلال؟ شنو فيها؟ شوفي يا نونو أنا شنو فيها كارما بلال؟ راح أقول كلمة، مو كل الناس راح تحب بلال ومو كل الناس راح تكره رامي. أنا أوكي بس لا تدش مغالطات عليه، لا تحبونه، لا تحبونه، يكفي حبي لا تحبونه. بقول لك بكل صراحة أنا أحبه يا نونو والله. كتبوا بالكومنتات كارما بلال بليز. انا بقول لك صراحه في فنز عندما تطلعي مع فنز يعصبوك الى درجه ان انت تدش تدخل فيها. جمانة انا احترمك بس الكلمه اللي قلتيها على بلال كلش مو مسموحه فيها. سحبتها خلاص، سحبتها لا تحكي الموضوع خلاص. لا هي قاعد تكلمني برنس، ما ارد على البنت اللي تكلمني. البنت تكلمني. حرام عليكي. خلاص احبكم يا كومنتات، اعشقكم، اموت فيكم، قلبي كبير. كنت أتمنى نونو تكون معي بلال في البرنامج والله العظيم. يا ربي عمركم بالسيزونات كلها رحمون برنس وئام بالسيزونات كلها عمركم شفتوا مخرج يطلع مشهد فيديو مرتين؟ هذا شنو معناه؟ معناه ان حتى المخرج زهق منك يا رامي. دود الأرض سألتك إذا شفت المواسم السابقة، لأنه أنا شفت المواسم من أول موسم أتابع قسم ونصيب من أول السيزن للريل لاين للموسم الثالث اللي بشوف بس لقطات. فما عمري شفت المخرج أنه عمل يعني جاب لقطات من الكواليس وحطها في دي آر أو عمل إشي مثل هيك يعني عشان ولا مرة في المواسم قسم ونصيب. هذا دليل. مع إنه في الموسم الثاني كان في خطط أخبط من هيك، في خطط كثيرة كانت. طيب وئام أنا بسألك سؤال وبسأل رحمون وبسأل برنس. منو أكثر واحد مطلع على كل أسرار المشتركين وشايف المشتركين وخباياهم؟ منو؟ المخرج وريتا. ممكن مساعد المخرج. لا المخرج أكثر شيء. المخرج ريتا بس احنا نتكلم عن ريال ليال. طيب لما المخرج يقول لك يا مشاهد إن كنت ناسي أفكرك، إذا ناسي هالفيديو أطلع عليك، معناه إن حتى المخرج زهق من رامي. دود الأرض زهق من رامي، أثاث الفيلا زهق من رامي، الدنيا كلها زهقت من رامي. أنا صراحة زهقت من شخصين. منو؟ نونو
الله يفتن. صراحه نونو ما تزهق، ضحك نونو تونس. لا 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 للامانه انه برنس اليوم الصبح دش علي رحمون ودشت علي لاري. قاعد يقولوا لي تعالي انه قاعد يتكلمون على بلال. انا طالعه اتريق مع امي بالمطعم فمو قادره، دخلت عليهم كبتشرت اللي موجودين. منو اللي موجودين؟ جيجي وحضري، وقلت لهم انا اعلمكم، نطروني بس نطروني ارجع. الحين انا ابي حضري وجيجي. يا ميمو بسألك سؤال، ايش رايك اليوم في موقف منسة؟ مع منو؟ اليوم لا، اليوم منسة خلاص مع بلال. اليوم لا تصالحت معاه. اوكي مبينه انها زعلانه بس اليوم تصالحت. لكن انا الكلمه اللي قالتها عليه حتى امس انا ما رضيتها. انا اكون واقعيه يا وام، الكلمه اللي قالتها انا ما حبيتها. انتم سمعتوا كلامها مع لؤي؟ ها لا انا ما سمعت مع لؤي، ما طلعوا لنا كلام. خلوني اكمل. بريس دخل بلال. نونو ما سمعت الكلمه. شنو قالت حق لؤي؟ هل سمعتوا لؤي بيقول لها انت كنتي معجبه بي كثير او لا؟ هذا وين باي لقطه هذه؟ قبل ما يدخل بلال. هي كانت تقول له، تسال لؤي. انا سمعت جمله واحده قالت له انت مصدقه كان لؤي قاعد يقول لها ان بلال يحبك. لا رجعوا للمشهد. باي دقيقه البرنس حلقه اليوم دقيقه. لو سمحتوا اليوم عندما بلال طلع في بدايه الحلقه، عندما قال، لو سمحتوا عندما قال بلال عندما قالت له يسرى اطلع شوف منسة. اوكي كان يتكلم عن بلال انه يحبها. لا ارجع معجب بي. وهي ردت عليه السؤال وقالت له انت مصدقه. انا هذا اللي سمعته برنس. ما فهمت والله، انا ما فهمت الجمله هذه. رجعت لها مرتين لعنا افهم. اوكي الشيء قالت هنا هي قالت معجب بك، هو قال انت معجب بي ولا معجب بك كثير؟ لا برنس مو فاهمتك والله، ما فهمت كلمه لؤي. انا لؤي كان صاعد حق منيسة عشان يصالحها على بلال، فكان محور الكلام ان بلال يحبك، معجب فيك، يحبك. فهي ردت عليه بجمله واحده انت مصدقه. دخل بلال، فلما دخل بلال لؤي يتكلم عن ان انتوا الاثنين تحبون بعض وان هذا معجب، لكن انت يا بلال غلطت ان انت ما قلت. ما كان يتكلم عن نفسه نهائي لؤي. يمكن انت، هي سالت كيف انا صدقته، فهو رد عليها قال لها ان يمكن انت كنت معجبه فيه حيل عشان كذي ما كنت تشوفين اذا كان صادق. اوكي ايه كان يتكلم عن بلال ما يتكلم عن نفسه. انا يقنعني رحمون للامانه كلامك مقنعني. ما اسمع. يقنعني رحمون. برنس ما اسمع. يقول انا برنس ما اسمع. انا اسمع عشان انتي فانز ويقنعوا رحمون وبس. ما سمعت برنس شنو قال. قال اقنعني رحمون لان المشهد يعني هي كان واضح. رحمون انت قلت غير اللي انا قلته ولا نفس اللي انا قلته؟ انا ما سمعت عشان كنت قاعد اشوف المشهد. انا قلت ان لؤي لما صعد. والله برنس انت انا اعلمك انطر. انا اعلمك. لؤي لما صعد عشان يصالح منيسة على بلال، فهو قاعد يقول لها ان بلال يحبك، فهي قالت له انت مصدقه. ودخل بلال. انا هذا اللي شفته، ما شفت لؤي يتكلم عن نفسه. اي بس لو تروحين ترجعين للمشهد، هي قالت انا كيف كنت يعني انت مصدق، بس هو رد عليها قال لها اي انت مصدقه. فبرنس هو ما طلع لنا شنو الحوار اللي قبل. هي قالت له انت مصدقه. لؤي كان صاعد يبي يصلح بينهم، فهي قالت له انت مصدقه. هذا هو. ودخل بلال. سمعت رد لؤي شنو قال ولا ما تدرين؟ لؤي قاعد يصالحهم. قال حق بلال انت غلط. هو عنده مشكله على كلمه معجبه فيه. هو يحسب قاعد يقول حق منسة، بس منسة قاعد تتكلم على بلال. منسة تتكلم على بلال. ايمان هي شوفي، انا الكلمه اللي قالتها امس انا مغلطتها وقلت غلط، وهي اليوم النظام لما قاعد تسالهم انتم مصدقينه انتم ما ادري شنو، يعني ما ادري. المفروض انت اللي تصدقينه. يعني انت اذا مكذبته والناس مصدقته تسمعين كلام الناس،
المفروض احساسك انت يا منسه واحساسها، هي تدري ان بلال يحبها، هي متاكده من هالشيء. لا يا نونو بس ثواني، انا بس لو مكان منصة وصار لي هالموقف راح اشك في حبه صراحة. اي انا لو صح، مكانه احكي، الومها. راح يصير عندي هوس انه كل شيء اللي عشته معاه كذب، كل شيء يعني هيك. بس وئام بنفس الوقت لما اشوف واحد مستميت وهو قاعد يبرر لي ويطلع لي اوراق ويخليني اكلم الطرف الثالث، لا والله العظيم اطق له تحيه واصدق انه يحبني. وبعدين ترى احنا بشر رحمون، احنا بشر، احنا مو نازلين من السماء، مو منزهين. يا وام انا اتفق مع نونو في هذا الكلام، انه بلال بيحبها حبا جما، فاهم علي؟ ولكن منسة انا ما لا منسة الوحيده اللي ما قدرت اغير رايي من البدايه، مستحيل. انا ما قلت انه هو ما حبها، انا حطيت في الموقف انا بنسى انه صح ايمان، هو المفروض الكلام ما يكون قدام الكاميرات. بنت غير منسة مثلا والموقف اللي صار امس هو اللي جبر بلال يتكلم قدام الكاميرات، صح. عادوا اتكلم غير منسة، انسوا منسة، انسوا كل شيء. انا بنت لو اجاني خبر انه متزوج، حتى واذا بس متزوج وتاكد لي اكثر من مره، فاكيد راح يعني افزع، وكل شيء راح يصير في دماغي كله كذب، وراح اتخيل اشياء وكل شيء اللي عشته معاه كذب. يا وئام بعدين طلع لي الدليل انه مو لا متزوج. انا بحكي على طيب ساعتها انا بتنرفز، انا متعصبه ساعتها بس. صح وئام، انا معاك بس وئام انا منسة الذكيه اصدق رامي. انا ما هي اصلا مجرده حاجه واحده، انا اخذت رامي في ايدي وطلعت لفوق، انا بس ما حملت منسة في هذه اللقطه. بس ليش ما تاخذي بلال تحكي؟ ولا انا حتى امس واليوم يا منسة تاخذين رامي تقعدين معاه، المفروض تاخذين بلال وتقعدين معاه. بهذه انا غلط، لان رامي لو شنو ما راح يكون متعاطف معاك يا منسة كثر بلال. رامي يستغل الفرص عشان يبين نفسه، في بهارات راح يحط بهارات كثيرة. كل كلامه لازم يزيد على الكلام. فرامي لو يقول لي الله فوق وبليس تحت اقول له كذاب. بس عاد اقول لك شيء نونو يا اخي، منسة ذكيه حيل، شلون كذا سمعت لهم انهم يشكون بعلاقاتهم؟ كان مكتوب بالكومنتات انه باكر راح يطلع الدليل. اوكي كان مكتوب التسريبات لا باكر في الاعلان يا نونو، فالاعلان موجود في الاعلان يا نونو، في الاعلان هو حط الورقه. والله بالاعلان انا كنت مركزه على الفالج اللي حاش عسر وعلى الفيديو الجحفله صراحه. يعني عيوني من الفرحه زغللت. لا حتى منسة ما قديش راضيه، فاهمه علي؟ لانه مستحيل منسة تمشي هذا الموضوع بهذا الطريقه، فاهمه قصدي؟ مستحيل، البنت ذكيه جدا، مستحيل. يعني انا بقول لك شغله، انا مصدوم صراحه منسة ليش حطيتهم الفرصه انهم يشككون بعلاقاتهم وما ادري شنو. انا يعني لو من منسة زين ما اتكلم الصراحه، يقول لي اوكي عادي، يعني ما اعطيهم فرصه انهم يشككون فينا ويدخلون فينا ومصداقيتنا والمسخره هذه كلها والشو كله. برنس انت عندك اشراف ولا لا؟ برنس عندك اشراف؟ رحمون عندك اشراف؟